بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وبألف هنا وصحة وسعادة، اللهم امين. يوم جديد كده ان شاء الله بإذن الله مع بعض، الروتين يعجبكم كده وتستفادوا. طبعا برحب بالمشتركات الجداد، شرفتوني ونورتوني، وبرحب كمان بسلم على اخواتي اللي متابعيني دايما. ولو أول مرة كده تشوفيني أتمنى تدوسي على كلمة اشتراك كده وتشرفيني وتنوريني. يمكن تعجبك القناة. أنا هنا كنت بقى الصبح لسه قايمة من النوم، ودي كده كانت شوية مواعين كنت غسلاهم من بالليل، هما كانوا يعني حاجة بسيطة كده، فما حطيتهمش في غسالة الأطباق، غسلتهم على ايديا كده. وأول ما قمت بقى ايه، قلت كده أرجعهم مكانهم. وفي نفس الوقت ده أنا كنت يعني مولعة كده على بيضة بسلقها عشان أفطر. طبعا أول حاجة أنا بحب أفطر، وبعدين اشوف ورايا ايه. وكمان بطلت عادة القهوة اللي الصبح على الريق دي خالص. رجعت بقى كده كل حاجة مكانها، وطبعا كان في بقى شوية كده حاجات في الحوض برضو شطفتهم كده على طول، وقلت بقى احطهم في غسالة الأطباق علشان برضو الدنيا تبقى مترتبة كده قدام مني. طبعا فقرة الفطار يعني انتوا بتكتبوا لي ان هي يعني بتتبسطوا منها وبتعجبكم وبتستفيدوا منها، فعشان كده بحب اشاركها معاكم. انا هنا كنت بفطر ايه، انا كنت سلقت بيضه واحده، وخدت كده قطعه جبنه اللي هي الجبنه الفيتا دي، كان نوعها اللي هو روتوس، جبنه روتوس. وقطعت كده طماطمايه وخيرايه، وحطيت زعتر، وحطيت زيت زيتون. وقلبتهم كده كلهم مع بعض. على فكره عايز اقول لكم الساندوتش ده بيبقى طعمه جميل جدا، والجبنه دي لما بنحط عليها بيض مسلوق بتبقى حلوة جدًا، جدًا. يعني أتمنى تجربوها كده إن شاء الله بإذن الله تعجبكم. عايزة أقول لكم البيض ده حاجة مشبعة جدًا، جدًا في الفطار. يعني يعني بجد جربوا كده إن أنتم تخلوه حاجة أساسية في الفطار بتاعكم. أنا عملت كده ال3 ساندوتشات دول ما شاء الله بصراحة شبعوني جدًا، ويعني لوقت طويل والحمد لله يعني. أنا هنا كنت باعمل شاي بلبن زي ما قُلت لكم. أنا يعني بطّلت حتّة إن أنا آخُد القهوة دي الصبح. وكمان حتى إن أنا آخُدها مع الفطار لأ، أنا بطّلتها وقُلت ممكن آخُدها بعد الفطار كده بساعتين والّا حاجة. ممكن أعمل بقى شاي أو شاي بلبن أي حاجة يعني. فأنا هنا باعمل شاي بلبن، وقُلت أنا هاخده مع الساندوتشات ديّة، وقُلت بقى يعني القهوة تبقى بعد كده بعد الفطار بشوية يعني. خلاص بقى كده خدت الفطار بتاعي وخرجت كده قعدت أفطر وأشوف بقى. يعني طبعًا أنا كنت مرتّبة إن أنا غرفة نومي النهارده هي اللي عايزة
تنظيف عميق، قُلت بقى أفطر كده وبعد كده أقوم أعمل اللي ورايا. بجد لمّا بنفطر الأول على فكرة بتبقي مركّزة كده ومركّزة في أي حاجة وراكِ، أي حاجة بتعمليها يعني أيًا كان الشغل اللي بتعمليه بقى بجد بتركّزي فيه وخلاص بتبقي يعني بتطلّعي نتيجة كويسة جدًا، جدًا. فطرت بقى وبالشاي بلبن والسندوتشات، وبعد كده قُمت كنت جايبة مسحوق كده، وبصراحة أنا صوّرت المقطع ده عشان حابة أسألكم طيب مقاطعة والّا مش مقاطعة؟ أنا بصراحة ما باجيبوش، أنا باجيب أوكسي دايمًا. بس يعني حتى لمّا المقاطعة دي بدأت أنا قُلت يا جماعة هو تقريبًا أكيد أوكسي ده مقاطعة إلا اللي أعرفه إن مثلًا برسيل وإريال هُم مقاطعة، بس اللي أعرفه برضه إن تايد وأوكسي دول تبع برسيل وإريال. أنا بقى معلومتي دي صح والّا غلط؟ فيا ريت تصححوا لي المعلومة وتأكدوا عليَّ. هو بصراحة جوزي اللي كان جايبه، قُلت له: "أنا عايزة مسحوق." فجاب لي تايد. لكن أنا دايمًا باجيب أوكسي. بس برضه نتأكد من المعلومة دي. وكان بقى كده حطيت دورة غسيل في الأول، يعني أول حاجة بدأت بيها حطيت دورة غسيل. وطبعًا مثلًا باكون نشرت هدوم ولميت هدوم يعني كده. حطيت بقى المُعطِّر الإزازة يعني زادت شوية كده فلتت من إيديّا شوية وأنا باحُط. المهم خلاص الدنيا تحت السيطرة يعني. رُحت بقى كده على غرفة النوم بتاعتي أنا خدتها بقى تنضيف عميق بصراحة. وهنا حتى الدرج أنا بافتح أحُط الفُرَش يعني، وبعدين قُلت لأ أنا مش عاجبني كده، قُلت بس أدّي له تلميعة كده من جوّه، فضّيته خالص. وكنت بانضّف بقى بالفوطة اللي هي بتاعة Ecoway دي، بابِل جزء منها وبقيت بيبقى ناشف زي ما دايمًا قُلت لكم المعلومة دي. هتساعدكم جدًا. اللي جاية في فوط Ecoway أنا بابِل طرف منها بقية الفوطة بتبقى ناشفة، يعني بادّي مرّة بالطرف المبلول وبعد كده بقى باعيد بالجزء الناشف، سواءً في بتاعة المرايات أو بتاعة الأخشاب. وكمان الأخشاب اللي لونها فاتح لمّا بنعمل بفوط Ecoway من غير يعني مش بتحتاجي مثلًا فوطة عادية أو منظف خشب أو كده. لأ بتبقى فوطة Ecoway بتبقى كفاية، يعني ما دام ما فيش حاجة واقعة على الأخشاب دي أو كده ما بتحتاجيش أي منظف أخشاب. خدت بقى التسريحة كده من فوق ومن تحت كده لمّعتها كلّها. سؤال بس هاجاوب عليه كده في السريع. كان في حد بيسألني برضه على ماكينة القهوة ورأيي فيها، بتقول لي هي بتغيّر الطعم والّا إيه ونوعها إيه وجايباها منين؟ مَكَن القهوة ده عمومًا لأ، هو مش بيغيّر الطعم ولا حاجة. وعملية وحلوة وكل حاجة. جايباها منين؟ مش فاكرة إحنا قُلنا على فكرة قُلت عنها كتيرة في فيديوهات كتيرة قبل كده، بس هي كان فيها عيب كده إن هي لمّا جبناها حتى في إخواتي وحبايبي كتير من القناة جابوها بناءً على كلامي، بس بعد كده حتى قالوا لي إن هي بتفور، أوقات يعني كانت بتفور. هي فعلًا عملت كده معايا بعد ما جبتها. هي دلوقتي الحمد لله يعني شغّالة تمام وكل حاجة، يعني ممكن العاملة دي بتعملها كل مثلًا شهر، شهرين، أبُص ألاقيها مرّة والّا مرّتين كده إيه، فارت. بس لكن بعد كده بصراحة بتمشي ملتزمة وبتبقى كويسة يعني. طبعًا إحنا بنقارنها بالمبلغ اللي كنا جايبينها بيه، دي كانت ب1000 جنيه يعني مقابل يعني هي أكيد مش هتبقى يعني perfect زي الحاجات اللي ب4000 أو ب5000 يعني. بُصّوا أنا هنا بانضّف الدولاب كده من تحت، يعني عايزة أقول لكم بيلِم تراب بطريقة فظيعة جدًا، جدًا. أنا دايمًا باعمله بس برضه بُصّوا. ف وكمان خدت يعني الدولاب كده. أنتم عارفين يعني ممكن الحاجات الفاتحة دي كمان ما بيبقاش باين فيها التراب. فحبيت ألمّع كده لأ بيبقى فيها تراب بس مش باين يعني. فأنا برضه حبيت أورّيكم أنا باعمل إيه بابقى ماشية إزاي يعني كل الخطوات وكده يعني. أتمنى طبعًا تتشجعوا كده ويالّا بقى لو وراكم حاجة عشان إحنا الأسبوع الجاي ده خلاص مش هنعرف نعمل حاجة خالص. بنبقى بالذات أول أسبوع في الدراسة ده ملخومين شوية في يعني لسه المواعيد بتتضبّط. ولو في حاجة بنعملها معاهم في المدارس وبتبقى الطلبات برضه في حاجات مهما جِبنا طلبات بنضطر إن إحنا ننزل تاني ونجيب وكده. فبيبقى بصراحة أول أسبوع ده بنبقى لسه إحنا ما رتّبناش جدولنا تمام وكده. فبتبقى الدنيا معاكِ مشغولة شوية بموضوع المدرسة وكده. فنبدأ كده يعني أو يالّا بقى خلاص نخلّص كده في السريع أي حاجة ورانا. ونضّفت كده بقى أنا كنست هنا بالمكنسة كل الأرضيات وبعد كده هاعمل بالشرشوبة. وبعد كده بقى جيت هنا على الدولاب ده. ده هنا المفروض إن هو الدريسنج يعني يحط فيه الشنط كده وشوزات ومش عارفة إيه، بس لقيت هنا الدنيا كده مكركبة على بعضها بصراحة الشنط على بعضها. أوقات كتيرة بابقى جاية من برّه أقوم حاطاها كده. فحبيت أفضّيها وأرتّبها كده. ودي طبعًا إزازة المَيّة بتاعة أو الزمزمية بتاعة دودة اللي إحنا جايبينها لها لسه السنة دي، بس أول ما جبتها لقيتها بقى على طول شايلاها في البيت ورايحة جاية بيها وبتملاها مَيّة.
فحبيت أشيلها كده منها أخبّيها، هي ما تعرفش مكانها على فكرة. خبّيتها منها هنا عشان أبعدها بس شوية، عشان تبقى رايحة بيها المدرسة كده أول يوم حتى تبقى لسه جديدة كده وشكلها لسه جديد يعني. رتّبت نضّفت بقى كده الرف كده، مسحته بالفوطة وبعد كده رصّيت الشنط كده، حاولت أرصّها يعني رصّة كويسة. فحبيبة قلبي اللي بتسأل على ماكينة القهوة، هي بتقول لي منين، هو هي page على الفيسبوك اسمها smart home. هُم عندهم حاجات كتيرة جدًا، 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 مش دي بس، هي نوعها إيه، نوعها كان اسمه راف. فأنا قُلت لِك على العيب اللي فيها. بس مقارنةً طبعًا بسعرها 1000 جنيه، وكان سعرها رخيص جدًا، جدًا ساعتها يعني. حتى أنا اتواصلت مع اللي أنا يعني كنت واخداها منها اللي شغالة هناك، وقالت لي لو عايزة ترجعيها تبدليها أو نشوف لِك فيها إيه يعني. وفعلًا بعتت لي مندوب الشحن، بس أنا ما كنتش هناك في اليوم ده، ما كنتش في البيت يعني. فبعد كده قُلت خلاص بقى، يعني هُم حتى قالوا لي خلاص نبعته لِك في يوم تاني. قُلت خلاص بقى، بصراحة ما رضيتش، أنا قُلت يعني خلاص هي تمام شغالة وماشي حالها. وقليل جدًا، جدًا بصراحة لمّا بتفور يعني، قليل جدًا، باقول لكم يعني كل شهرين مثلًا، كل شهر ألاقيها فارت مرّة كده والّا مرّتين، وبعد كده بتبقى ماشية كويسة وتمام. ده بقى الصغنون ده، البوك ده ضدة جابته وإحنا في مرسى مطروح، جابته للميس بتاعتها، قالت لي أنا عايزة أجيب لها هدية يعني، وقالت لي أنا عايزة أجيب لها ده. فإحنا بقى عاينينه لأول يوم، كل يوم تقول لي عشان أنا هاخده بقى للميس بتاعتي أديه لها وكده يعني. هي فرحانة جدًا، هي بتحب الميس بتاعتها. الميس بتاعتهم ما شاء الله يعني جميلة وحنينة عليهم وبتحبهم أوي يعني ما شاء الله يا رب كده. ربنا يسعدها بجد ويجازيها كل خير. كنت بقى رتّبت كده كل حاجة، يا رب كده اللي سألتني على المكنة، مكنة القهوة تكون الدنيا وضحت معاها. هو الpage قُلت لِك اسمه smart home، أنتِ لو كتبتيه على الفيسبوك هتلاقيه يعني معروف، هو يعني ما شاء الله محل كبير جدًا، جدًا يعني. كنت بقى خلّصت كده وجِبت الشرشوبة بقى والجردل كده، حبّيت أدّي الأوضة إيه، يعني تنضيفة كده كويسة محترمة. وجِبت بقى المَيّة والكلوريل وكده. يعني مش عارفة كنت حاسّاها لأ، الفوطة ما يعني اللي هي الموب بتاعتي اللي هي اللي بتعمل من غير مَيّة دي. قُلت لأ، يعني أنا عايزة أعملها بصراحة بالمَيّة كده والكلوريل كده وأنضّف الأرضية كويس. والله لسه برضه ما ضبّطتش ميعاد كده مع اللي بتيجي تساعدني وكده، يعني بتيجي لي يوم في الشهر. فأنا بقى زي ما أنتم شايفين كده، وأهي فرصة كمان إن إحنا نتنشّط كده مع بعض، يا رب كده تكونوا بتتنشّطوا كده تاخدوا طاقة إيجابية كده إن شاء الله بإذن الله. خلاص يعني باقول لكم إحنا في العد التنازلي، يعني المفروض إن إحنا خلاص بدأنا إن إحنا نقوم بدري وننام بدري ونضبّط النوم بتاعنا عشان حتى ولادنا كمان نعمل معاهم كده يعني، عشان المدارس باقية عليها أيام يعني. برضه يعني شدّيت كده بقى الكومودينو ومش عارفة إيه يعني عملت كل الاتجاهات يعني بصراحة، عملتها تنضيفة حلوة كده الأرضية بتاعتها. طبعًا باشكركم جدًا، جدًا على إن البيضات اللي أنا جبتها للأنتريه، هي اسمها طبعًا بيضات، أنا يعني كنت كل ما أدخل محل أقول له cover فيجيب لي اللي هو بيغطي الرُكنة كلّه. أقول له لأ أنا مش عايزة ده، أنا عايزة اللي هي حتت كده، يقول لي دي بياضات يعني. المهم طبعًا الحمد لله إن هي عجبتكم، بجد برضه هي عاجباني والحمد لله يعني. الحمد لله إن أنا ذوقي بيعجبكم يعني، هي ما شاء الله نوّرت الدنيا برضه برّه وضبطت الدنيا أكتر مما كنت حاطة اللي هو الشال الكراهات ده. ده بقى بيتحط حاجة بسيطة كده، ممكن في الشتا بقى البرد اللي أوي أحطه كده لو في حد قاعد بيحب يتغطى بيه يتدفى بيه كده، يحطه على كتافه وهو قاعد، بس كده. بعد كده بقى حطيت بقى فرش كده نضيف على السرير بعد ما خلّصت الأوضة كلّها لمّعتها بقى السرير من فوق ومن تحت والكومودينات والتسريحة زي ما باقول لكم كل الاتجاهات بتاعة الغرفة نفسها ديّة، يعني اللي هو الخشب نفسه من تحت ومن فوق كده برضه ندّي له تلميعة كده بالفوط، فبرضه الدنيا بتبقى تظهر النضافة أكتر وأكتر يعني. حطيت بقى كده الكوفرتة، حاولت أحطها يعني أغيّر الشكل كده، أنا من النوع اللي بيحبّوا يغيّروا الشكل بصراحة، يعني مش باحب الحاجة اللي هي يعني الحاجة تفضل ثابتة على طول على نفس الشكل. فالمهم قعدت بقى أودّيها شمال وأجيبها يمين علشان أعمل أي شكل فيها كده. وبس في الآخر بقى عملتها شكل اللي هو الفراشة أو الفيونكة يعني كده يعني. بس كده زي ما أنتم شايفين. بعد كده بقى أنا هادخل على الحمام هادّي له برضه تنضيفة حلوة كده. ما تنسوش بقى اللايك، ولو أول مرة تتفرجي عليا كده وعجبتك القناة كده ودخلتي معانا لحد هنا، أتمنى كده تدوسي على كلمة اشتراك وتشرفيني وتنوريني في القناة. الحمد لله كده كنت خلصت الأوضة وخلاص بقى سبتها كده الكوفرتة بالشكل ده.
والأوضة كانت الحمد لله يعني كانت كلها زي الفل. قفلت الإزاز عشان باقول لكم التراب وكده، يعني مش عارفة بصراحة التراب فظيع جدًا، جدًا، التراب الناعم ده بجد يعني ربنا يعيننا عليه. كنت خلاص بقى كده زي ما أنتم شايفين، وخلاص ده برضه الدولاب اللي أنا كنت رتّبته معاكم، اللي هو الجزء اللي هو يعني اللي هو يعني شبيه dressing أو بديل dressing يعني أيًا كان. بس كده وقفّلت بقى الإزاز عشان التراب زي ما باقول لكم التراب يعني حاجة ما شاء الله يعني بصراحة صعب جدًا، جدًا التراب الناعم ده. وبعد كده بقى دخلت على الحمام عشان أنضّفه. أنا بقى نضّفت الحمام تنضيف كده يعني مش تنضيف عميق ولا جامد ولا حاجة، تنضيف كده برضه اللي هو يعني سريعًا كده. يعني غسلت الحوض والتويليت برضه والمراية ومش عارفة ايه، وشِلت بقى الفوطة كده كانت عايزة تتغيّر وحطيت فوطة نضيفة ونشّفت الأرضيات كويس. يعني الشاور مثلًا ما عملتوش، أنا استكفيت بكده، ده حمام طبعًا الصغير بتاع أوضة النوم عندي. بس فعملته بقى اللي هو التنضيف السريع اللي إحنا بنعمله اللي هو اليومي مثلًا. بس زي ما أنتم شايفين كده وخلاص بقى، وسِبت الشباك بتاع الحمام مفتوح بحيث إن هو برضه يهوي، يعني أنا باحب أسيب الشباك مفتوح فترة طويلة على قد ما باقدر يعني، بحيث إن هو يهوي الحمام وكده برضه. وخلاص بقى كده ده شكل الحمام خلاص بعد ما خلصنا. نشفت الأرضيات كويس جدا من المية، ما سبتش فيه يعني، ما بحبش أسيب في أرضية الحمام مية خالص، ده يعني على طول يعني في أي وقت بصراحة يعني، حتى بعد الشاور بعد الوضوء أو كده. لازم بنشف الحمام عشان يعني المية في الحمامات بتعمل بكتيريا، ويفضل إن احنا دايما تبقى الحمامات ناشفة. بعد كده بقى دخلت قلت اعمل كده قهوة عشان اخد وقت البريك بتاعي. انا هنا عملت في المج الكبير شوية برغم ان انا جايبة الصغير التاني اللي فوق ده علشان اشرب فيه هو القهوة، بس انا قلت انا كده كده ايه ما خدتش قهوة الصبح خالص، فخليني اكتر الكمية شوية مفيش مشكلة يعني. وخدت معاه كده كوباية مية عشان طبعا لازم بعد القهوة نشرب مية. هنا بقى كنت عاملة شوية طماطم كده مصلصاهم وقلت هعينهم في الفريزر، فجبت الأكياس وحطيت كده بحط الكيس كده بتنيه على ايديا كده وأعبي فيه الطماطم، علشان الدنيا ما تتبهدلش معايا ويبقى يعني الطريقة سهلة وأنا بعبي كده في الأكياس. وفي كمان طريقة تانية ممكن كمان نعملها. أنا بجيب بولة مثلا كده، أنا هوريكم الطريقة دي. أنا طبعا بقول الكلام ده للبنات الصغيرين اللي لسه برضو بيتعلموا. وباشكركم جدًا إن أنتم بتكتبوا لي إن أنتم كمان بتستفيدوا، باشكركم جدًا، جدًا، يا رب دايمًا كده أكون عند حُسن ظنكم وتكونوا بتستفيدوا.
الطريقة التانية إن إحنا ممكن نجيب بولة كده وهنحط في قلب منها كيس، دي كمان ممكن يعني بتساعدِك إن أنتِ بتحددي كمية الطماطم اللي أنتِ هتطبخي بيها، يعني على قد الطبخة بتاعتِك، تجيبي بقى البولة على حسب الكمية اللي أنتِ عايزاها، وبتمليها كده زي ما أنتِ شايفة وبيكون الكيس في قلبيها، وبعد كده بتطلّعي الكيس من الأطراف بتاعته وتربطيه، طبعًا دي بتحدد لِك الكمية اللي أنتِ عايزاها يعني، فدي برضه فكرة كويسة جدًا. هنا بقى كنت هاعمل غدا إيه، تعالوا بقى شوفي الغدا اللي أنا كنت هاعمله، دي صينية بطاطس، أنا هنا حطيت البصل وقطّعت فلفل وتوم وطماطم، وعملتهم كده مع بعض بملح وفلفل، دعكتهم كويس جدًا، جدًا والسبع بهارات، وبعد كده حطيت البطاطس عليهم، العلبة دي اللي محطوطة دي فيها بطاطساية كده كانت بعد ما قشّرت البطاطس لقيت كمية هتبقى كتيرة أوي، فحبيت أشيل واحدة حطيتها في قلب مَيّة في علبة وهاحطها في التلاجة، حطيها على قد ما تحطيها عمر ما هيجرى لها أي حاجة. المهم بقى تعالوا نشوف إحنا هنا هنعمل غدا إيه، أنا بصراحة كنت لمّا جِبت الفراخ بتاعة الشهر، فقُلت له اعمل لي الصدور بانيه والفراخ شيش، فالحاجات اللي بتطلع منهم اللي هي الأجنحة والرقب والكلام ده، لقيته باعتهم لي، فقُلت طيب عِنتهم فقُلت أعملهم إيه، فجات في دماغي إن أنا أعملهم كده مع صينية بطاطس، أنا عملت البطاطس زي ما شُفتم، وهنا خدت الأجنحة باحمّرها في معلقة زبدة، حطيت معلقتين زبدة كده محترمين، وبرضه بهّرتهم بالملح وفلفل توابل الفراخ. وبادّيها كده بتاخد لون دهبي. أنا بصراحة عمري أو نادرًا جدًا يمكن دي تاني مرّة أو تالت مرّة أعمل الحركة دي من زمان أوي يعني، إن أنا أخلّيه يعمل لي الفراخ بانيه أو شيش أو كده، دايمًا باجيب كل حاجة لوحدها وخلاص وباريّح دماغي. بس المرّة دي قُلت أعمل كده، بس ما أعتقدش إن أنا هاجرّب التجربة دي تاني، خلّيني أجيب كل حاجة لوحدها أحسن يعني، الفراخ لوحدها والبانيه لوحده وأي حاجة لوحدها. المهم بقى هنا أنا حمّرت الفراخ زي ما أنتم الأجنحة كده زي ما أنتم شايفين، هنا دي البطاطس جِبت لها بس معلقتين صلصة من اللي أنا كنت عاملاها دي، وحطيت عليهم شوية مَيّة كده، وحطيتهم على صينية البطاطس. هنا بقى الأجنحة يعني اللي كان لونها يحمَر كده كويس، أقوم واخداها وحطاها على صينية البطاطس، خلاص بقى بتستوي في قلب بعضها، باسيبها تستوي مع بعضها، عايزة أقول لكم هي فعلًا كان طعمها جميل جدًا، صينية البطاطس كان طعمها جميل جدًا، جدًا، والريحة كانت قالبة الدنيا يعني، كان والله البنات كل شوية حد يدخل يقول لي: "إيه اللي أنتِ عاملاه ريحته حلوة ده؟" هنا بقى أنا نقلتها في حلة عشان الصينية بصراحة ما كانتش واخدة يعني ما شاء الله. دي بقى كانت الكبد والقوانص، برضه اديتهم تشويحة كده في معلقة الزبدة وقُمت حاطاهم هُم كمان، أنا قُلت بقى عشان أخلص من الكركبة اللي في الفريزر دي لميت كل الحاجات دي بصراحة. عملتهم كده مع بعض وحطيت لها شوية مَيّة صغيرين وسِبتها خلاص بقى على البوتاجاز كده، وعملت بقى رُز بشعرية معاها، عايزة أقول لكم هو بصراحة كان طعمها جميل جدًا والصوص بتاعها كان رائع جدًا، ممكن بقى تعملوها بفراخ عادية يعني مش لازم بالأجنحة أو كده يعني، بس كده وأقول لكم ده كان يومي النهارده، يا رب اليوم يكون عجبكم وتكونوا اتبسطتوا معايا النهارده، إن شاء الله بإذن الله انتظروني فيديوهات جديدة وروتينات جديدة كده، وأقول لكم مع السلامة وتكونوا دايمًا بخير وفي صحة وسعادة. وأقول لكم مع السلامة.